السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا مزيانين وبصحة جيدة يا رب. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقة كيفاش تخيطوا هاد الكسيوة ديال البنيتات الصغار، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم كيفاش انكم تخرجوا العبار اكزاكت بلا ما تستعنوا نهائيا بالمتر. ما غنحتاجوش المتر نهائيا بالنسبه للناس اللي كيدوخوهم شويه العبارات. وحتى القياس ديال الكسيوه واش صغيره بزاف ولا يعني واش ديال عام عامين 3 سنين، ممكن تصاوبوها حتى ل 10 سنين، علاش لا؟ نتوما اللي غتحكموا فيها. فخليكم معايا بالنسبه اللي بغى العبارات هكا ديال قياس البنيتات الصغار اللي بغى ياخذها كمشروع. ولا انا في اخر لا فيديو غنخلي لكم ان شاء الله القياسات ديال الاعمار البنيتات الصغار. غنشارك معكم كذلك لا فينيسيون بالنسبه هكا البنيتات اللي ما تعرفوش لا فينيسيون ما كتجيهمش مزيانه. فغنشارك معكم طريقه بسيطه ان شاء الله، وخا جامي انكم صوبتوها او لا خيطتوا شي حاجه، ان شاء الله هاد الكسيوه هادي غتجيكم بالشهيوه كيف كنقولوا، غتجي زوينه بزاف ان شاء الله. خديت هنا الثوب اللي طويته على 4 جهه راه محلوله وجهه كيف وريتكم في الفيديو راها مسدوده. خديت واحد ديباردور او لا سوفيتمان اللي تتكون عريضه شويه مصمته ديال البنيته اللي غتصاوبوا ليها، اللي تتكون جهه هكا. هي هذيك اللي غناخد عليها العبار، طويتها على 2. هي موضح في لا فيديو، غير ركزوا ليا على لا فيديو ان شاء الله. غادي يجيكم داكشي ساهل بزاف. كي قلت لكم ما غنحتاجوش المتر نهائيا في هاد الكسيوه. غتاخدوا الثوب. بالنسبه للثوب اللي استعملته انا هنا ديال الخيط مبرد، كي كتعرفوا كيكون شويه مبرد في الصيف. راني رقدته الليله كامله في الماء باش يشرب، باش من تخيطوه وتبغيو تصبنوه ما يشربش لكم اكثر. للمبتدئات ما كنصحكمش نهائيا انكم تستعملوا شي ثوب اللي كيتيرا. استعملوا ثوب اللي ما يكونش كيتيرا باش ما يعذبكمش في الخياطه. نتمنى ان تكون فاتتكم هذه المعلومه، حيت الا كنتو جدادين في هذا الدومين ديال الخياطه وخديتو شي ثوب اللي تيكون تيتيرا، راه ما غاديش تعرفوا تخيطوه نيشان وغيجيكم عوج من شي بلاصه. يعني ضروري ما غيجيكم عوج الا ما كنتم ما متمرسينش عليه. خديت القياس بحال هكا وبديت تنقطع. بالنسبه للجهه التحتانيه تنيو هكا، نقصوها شي شويه، حيت كيف كتعرفوا الكسيوه كتجي داك الكشكشه كتجيها في جهه الخصر ديال البنيته، يعني كتجي شويه طالعه، ماشي بحال السوفيطمه تجي هابطه. راني خليت هنا تقريبا 2 سنتيم، كيف كتشوفوا سنتيم ملهيه ديال الخياطه وسنتيم من هاد الجهه هذه المسدوده، حيت هاد السوفيطمه هذه كتجي البنتي شويه مزينه. اون بليس راه الكسيوه خاصها تجي شويه عريضه باش من نجمعوا داك السميطات اللي درنا في الجنب بحال هما اللي تيجمعوا كيجيو مهم تيجيو زوينين. الكسيوه خليوها شويه تكون عريضه على حساب داك لا سانتور اللي في الجنيبات، من نعقدوهم هما اللي تيجمعوا الكسيوه. والوليدات راك عارفين دغيا تيكبروا، اللهم تجي الحاجه عريضه ولا تجي ضيقه. حصلت على 2 ديال القطعه الاولى حيدتها باش تكون القطعه الخلفيه ديال الكسيوه اللي كتجي في الظهر، وخديت القطعه الثانيه رجعت طويتها على 2. ها نتوما موضح في لا فيديو راني تنيت الجهه ديال الظهر وخليت غير الجهه ديال الصدر باش نقطع الجهه الاماميه. ها نتوما غتشوفوا بانني حصلت على قطعه اماميه وقطعه خلفيه. هذه القطعه الاماميه كيكون صدرها هابط، وهاد القطعه هي القطعه الخلفيه ديال الكسيوه ديالنا ان شاء الله من الجهه العلويه. غادي نقاد هكا الثوب ديالي، الوجه ديال الثوب على الوجه. بالنسبه الى كنتو واخدين هكا ثوب اللي كيكون فيه زواق ولا، المهم ركزوا على الخياطه تكون الوجه ديال الثوب على الوجه بحال هكا. نقادو مزيان. استعملوا الفنيتات الا كنتو تتبغيو تخدموا بهم باش يبقى الثوب مثبت. انا صراحه ما تنستعملهمش، بنتي تتبقى تدور حدايا تنخاف منهم، فكنقول لهم انني ما نستعملهمش حسن.
غادي ندوز نخيطهم من الجهات، من الكتيفات والجناب. ورجعت معكم هنايا راني خيطتها، غنوريكم الشكل. ممكن في هاد المرحله هذه تقيسوها البنيته، تشوفوا جهه الكتاف والطول، غير الطول لتحت. اما العرض قلت لكم ماشي مشكل، خاصها تجي شويه عريضه. شوفوا غير لتحت، والا كانت طويله بزاف هكا من جهه طويله على الخصر ولا فين غتجي هذاك الكشكاشه، نقصوا لها شي شويه منها. غادي نخليو الجهه ديال العنق ولا لا فينيسيو ديال العنق هو التالي. غنبداو من الجهه السفليه هي الاولى. غناخذ الثوب، هانتوما ركزوا معايا. الثوب غادي نعبر 3، انت وحده، 2، 3. هانتوما 3 ديال المرات. الجهه الثانيه 3 ديال المرات، حيت بغيت الكشكاشه تكون واضحه بزاف. الا بغيتو الكشكاشه تكون غير صغيره كيبقى لكم الاختيار. ولكن هاد الكسيوه حلاوتها هي ان كتكون داك الكشكاشه بحال ديال الاميرات لتحت، كتجي رائعه. فدوبلو الثوب على 3. الجهه الاماميه فقط 3، يعني هاد الثوب هذا غنطويوه على 2. العبار اللي خديته غنطويوه على 2، يعني 3 د المرات الجهه القداميه و3 د المرات الجهه الخلفيه ديال الصايه اللي غادي نلصقوا للكسيوه. هنا انا طويت الثوب على 2 باش نخرج 2 القطع، قطعتهم. هنا راه تنقسمهم على 2 باش نحصل كي قلت لكم على 2 ديال القطع. هانتوما هنا راني كنت طاويه الثوب باش يسهل عليا الخياطه، ولكن غير ركزوا ليا. عندي هذه القطعه الاولى راها فيها 3 د المرات العبار اللي وريتكم، هذا الطول ديال البنيته. نتوما حطوا الثوب على البنيته ديالكم اولا الميط، الا بغيتو تستعملوا الميط عبروا فين باغيين الصايه توصل ليها. الا بغيتوها حد الركيبه صافي غتخليو غير 1 سنتيم ولا 2 سنتيم ديال العطفه، وغادي تشدوا لها العبار صافي غتقطعوا الثوب تما. بغيتو هاد الجهه طويله حتى لتحت كيبقى لكم الاختيار. حيت كي قلت لكم هاد الثوب هذا رقيق ديال الخيط، وانا بغيت كسيوه تجيني مفخفخه من تحت، غتاخذوا واحد الثوب واحد اخر باش نغلفوا لها الصايه من الداخل، باش كتعطينا داك الكشكاشه وداك الفوليم. واخا ديروا الكشكاشه ثوب رقيق بوحديتو ما غاديش يعطيكم الفوليم اللي حنا باغيينه في الكسيوه ديالنا. فخذوا اي ثوب اللي يكون هكا شويه قابط راسو، ما يكونش خيط ولا شي حاجه اللي تكون قابطه راسها، وغناخذوا القياس قل منها باش ونديروا الكشكاشه ان شاء الله. هنا راه تنوريكم الكشكاشه بالنسبه للناس اللي عندهم الماكينه باغيين يديروا الكشكاشه غير بالماكينه. كناخذوا الغرزه الكبيره كاع، فهمتي. انا هنا راني عندي 4، رقم 4. وغادي ندير واحد الابره هنا في الصباط ديال الماكينه بحال هكا باش الغرزه كتجي مرخوفه. هنا غادي دير ليا الكشكاشه. الا كانت عندكم ماكينه مزيانه راه غدير لكم الكشكاشه، خاصه الا كانت الماكينه الكبيره. انا هنا راه عندي ماكينه غير صغيره. الا كانت الماكينه الكبيره راه غادي دير لكم الكشكاشه. هذه الطريقه الاولى ديال الكشكاشه. هنا راه الثوب الابيض اللي غلفت به راه الجهه الدخلانيه ديال الظهر، يعني ديال الظهر. ما ديروا نردوا البال، ما ديروش في الجهه الواجهيه ديال الثوب. هنا كيف كتشوفوا انا راه تعطيني كشكاشه، ولكن ماشي الكشكاشه اللي انا باغياها. كشكاشه خفيفه بزاف، ما غاديش تصلح ليا. انا بالنسبه للماكينه ديالي راه ما دارت ليش الكشكاشه المطلوبه. نتوما جربوا. انا كنعطيكم حلول يعني ولا افكار بالنسبه الى ما عندكمش الصباط ديال الكشكاشه. راه كاين صباط خاص بالكشكاشه، الا توفر عندكم راه غتهناو من هذا الشيء هذا اللي تنقول لكم. هنا كاين عاوتاني الطريقه الثانيه ديال الكشكاشه، هي اننا تناخذوا الجهه التحتانيه ديال الخيط ديال اللي كيكون لتحت في الماكينه هذاك، وتتبداو تسلوه، تبداو تجروه شويه بشويه 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 حتى غير هو ردوا البال ما يتقطعش ليكم. انا هنا في الطريقه الثالثه ولا الطريقه الاخيره للكشكاشه شاركت معكم الطريقه ديالي انا اللي تندير في الكشكاشه. هي انني كناخذ خويط
ويبيره عاديه، وتنبدا ندير غريزات صغيورين بحال الماكينه، غرزه حدا غرزه حدا غرزه. وفي التالي راه تنجر، هانتوما كتشوفوا راه تنجر الخيط، وتنقادو على الصايه ديال العبار ديال الفوقاني، باش كنجيبو مقاد بحال هكا. ومنها راه تنتقف الخيط ديالي. صراحه هي الطريقه شويه متعبه، تاخذ ماشي متعبه، تاخذ شويه ديال الوقت، حيت الغرزه خاصها تكون باش تحصلي على داك الكشكاشه زوينه بحال هكا. خاص الغرزه تكون رقيقه، غرزه حدا غرزه حدا غرزه، ما تبعدوهمش بزاف، ولكن كتعطي نتيجه زوينه. انا تعجبني هاد الطريقه. كنصاوبها بيدي. كتبقى لكم الاختيار، جربوا نتوما الماكينه ديالكم، الا كانت عندكم ماكينه كبيره راه كتخدم بديك الطريقه الاولى اللي درت معاكم. هنا راه عندي جوج ديال الصايات، الجهه الاماميه والجهه الخلفيه. ها نتوما كتشوفوا جوج تواب ديال الصايه القداميه وجوج تواب ديال الصايه الخلفيه. غادي ندوز نلاقيهم، ودائما الثوب الواجهه ديال الثوب تكون كتشوف في الواجهه ديال الثوب الاخر. من بعد ما لاقيت الصايه وساليت، غادي ندخل ديك الصوفيطمه ديالي وسط الصايه، بحيث انه تيكون الوجه ديال الثوب ديال الصوفيطمه او الفوقاني تيشوف الوجه ديال الصايه. غادي ندور عليه كامل لاقيه. هانتوما الوجه ديال الثوب تيشوف في الوجه. هي باش يسهل عليكم من تكونوا تتصاوبوا، تفرجوا في الفيديو غير بشويه، وانتم تتصاوبوا لا فيديو حداكم، تتفرجوا فيه شويه بشويه هكا باش ما تلفوش. هنا راه الجهه السفليه اولا الصايه راني ساليتها ديال الكسيوه، درت لها عطيفه صغيره من تحت هكا، عطفوها غير شويه بشويه، عطفه مدوبله على زوج، عطفه عاديه. وغادي ندوزو هنا باش نديرو لا فينيسيون ديال العنق ان شاء الله. غادي نقاد العنق بحال هكا، وغادي نرسم. ناخذ اي ستيلو، هنا راه ماشي مشكل يكون ما تيتمسحش، حيت راه الظهر ديال الثوب، يعني كيف كتشوفوا راني حطيت الثوب على الظهر ديالو. وغادي نرسم. هنا راه كنرسم العنق بالجهه اولا الجهه الخلفيه ديال العنق. غادي ندوز بنفس الطريقه نرسم الجهه الاماميه من العنق، حتى هي غادي نرسمها. بالنسبه للثوب البنات راني خديت غير متر ديال الثوب، وتبارك الله راه بقى ليا الثوب. غير الا عرفتوا كيفاش تعاملوا مع الثوب وكيفاش انكم ما تضيعوهش، تبقاو تخدموا غير طريف بطريف، راه غادي يكفيكم. الا كانت البنيته عندها حتى ل6 سنين، غير متر ديال الثوب راه غيكفيكم. ما يعني متر الا قلت لكم، الا عرفتوا كيفاش تحكموا فيه. والا كانت الصايه هكا قصيره غير حد الركيبه. سينو خذوا ميطونس. بالنسبه للقياس هذا اللي صاوبت، راه قياس 4 سنين، فراه بقى ليا كيف كتشوفوا راه طارف ما شاء الله اللي بقى. غنصاوب معكم ان شاء الله شي باندا في شي ريل او لا فيديو شورت ان شاء الله. صافي من بعد ما رسمتهم غنبدا نقطع ونخلي واحد شويه، تقريبا واحد نص سنتيم، وعاد نقطع، يعني ما بين الرسمه والتقطيعه. ما تقطعوش على الستيلو مباشره. حصلت على زوج ديال القطع بهذا الشكل هذا. غادي نجيب الوجه تيشوف في الوجه، كيف كنقول لكم ديما الثوب، الوجه ديال الثوب تيشوف في الوجه ديال الثوب الاخر، وغادي نخيط بهذا الشكل. وحتى الجهه الخلفيه بنفس الطريقه، غادي ندير الثوب الوجه ديال الثوب على الوجه ديال الثوب، وغادي نخيط بهذه الطريقه هذه اللي غنوريكم. او بحال كدوزو على الستيلو اللي رسمتو، داك الستيلو اللي رسمتو تدوزو عليه بالماكينه كامل حتى كتوصلوا للكتيفات. وانتم تتخيطوا من جهه الكتيفات كتحاولوا انكم تفينيو جهه الكتيفات. هنا من بعد ما خيطتو كيولي على هذا الشكل هذا. انا كنحاول انني نقاد لكم الجهه الاماميه. غادي نخلي غير بحال واحد لابوند اللي فيها 2 سنتيم،
دايره في الجنيب كامل. هنا راه خليت كتير ولكن راه زدت نقصت منه حيت البنيته صغيره. تقريبا غير 1 2 سنتيم هكا كافيه. في الخياطه غادي نبدا ندير بحال كنتني 2 تنيات بحال هكا وتنخيط. كنتني 2 تنيات ونخيط. اما بالنسبه للجهه الخلفيه فما تنديروش نفسها هكا. عرفتوا راه كيجي لا فينيسيون رائع. الجهه الخلفيه كنخيط بهذا الشكل هذا اللي وريتكم بيدي. وانا تنخيط داك الدائره اللي وريتكم ديال الجهه الخلفيه راه تنبقى نتني الثوب لداخل. الثوب تيتسنى لداخل باش يجي لا فينيسيون مقاده ويجي داكشي متول وزوين. حيت الثوب كيف شفتوا راه ما مسورجيش فكنحاول انني نتني بهذه الطريقه هذه لداخل ونخيط. راه واخا ما مسورجيش ولكن تطلع لا فينيسيون زوينه. بالنسبه لي انا حتى غنسالي الكسيوه كامله عاد غنديها الخياطه تسورجيها لي حيت ما عنديش السورجي في الدار. خليت الكسيوه ديالي وغادي ندوز نصور معكم واحد لابوند اللي تيداروا في الجنيبات. دوك الحزيم ماشي الباندا، الحزيم اللي كيدار في الجنيب. خديت 3 كيف شفتوا حطيت يديا عبرت غير عشوائي 3 ديال الصبيعات هكا وتنقطع حيت البنيته صغيره فالباندات اللي في الجناب غيكونوا غير صغيورين. الطول حتى هو خديته غير انا قلت لكم غير عيني ميزاني وداكشي غير عشوائي. قطعته حصلت على 4 ديال القطع. ضروري خاصنا 4 ديال القطع منهم يكونوا تقريبا متساويين. هذه الكسيوه ديالي من بعد ما فينيت لها العنيق ديالها نتوما تتشوفوا نيت القدام كما قلت لكم على 2 وخيط والظهر راني ديجا وضحت لكم كيفاش خيط. تجي فين ما شاء الله وحلوه بزاف في اللبسه. غير بين تكونوا تكونوا تتصوبوها خليو بلا فيديو حداكم باش الا تلفتوا في شي حاجه سور بلاص تفكوا اولا تنقدوا الموقف. بالنسبه لدوك الحزيمات اللي في الجناب غادي نخيط الخياطه الاولى هكا والخياطه الثانيه غتكون طوليه يعني غنخيطهم من 2 جهات باش في التالي غادي نقلب. دابا غير وريتكم بلي راه غنقلبهم غادي يولي على الشكل هذا ولكن حتى نخيط الجهه الطويله اولا كتبقى لي محلوله غير من جهه يعني لا سانتور تبقى محلوله غير من جهه واحده وتنقلبها. داك الجهه اللي كتبقى محلوله هي اللي كنخيطها على اللبسه ديالي. شوفوا الكسيبه ممكن ديروا اولا تخليوها غير هكا راه تجي زوينه وخفيفه بالنسبه للصيف. هي ضروري خاصها تقادوا لها هكا اليديدات. هادو الحزيمات بعد ما خيطتهم ب4 وقلبتهم كي قلت لكم جهه وحده تتبقى محلوله هي اللي تنخيطوها بهذا الشكل هذا. انا راه ما تنيتش بحال هكا كي وريتكم راني دخلت داكشي اللي ما مخيطش في قلب لا سانتور لداخل ما درتش قلت لكم هاد الطريقه وخيطته خياطه شكل مربع. انا وريتكم هنا فين غادي نديروهم وغنخليهم جانبا وغادي ندوزو نصاوبوا الكشكشه ديال الكميمات اللي كيجيو في الجناب هما الاولين وعاد ندوزو نمونطيو كلشي اولا نخيطو كلشي في مره. وكي قلت لكم بلا ما غنستعملوا ان شاء الله الميتر غير بالثوب. شديت الثوب هانتوما عبرت المره الاولى المره الثانيه غير سرحوا اليد مزيان حيت كتكون على شكل نصف دائري فغير سرحوها باش يجيكم العبار هو هذاك الشكل. المره الثالثه 4 هانتوما هادي 4 هكا تنبقى نشد الثوب كما درت مع الصايه لتحت. غير الصايه كانت فيها كشكاشه اكثر. المضروبه الاماميه مضروبه في 3 والخلفيه مضروبه في 3. هذه المسافه كامله الدوره كامله ديال اليد
كانت فيها مضروبه في 5، يعني كامله الصايه كانت مضروبه في 6. المهم كتبقى الكشكاشه نتوما اللي تتحكموا فيها. انا غير عطيتكم الطريقه كيفاش صاوبتها انا. بغيتو كشكشه اكثر كشكشه اقل نتوما اللي تتحكموا فيها. خديت هنايا داك العبار اللي عبرتو اللي غادي نديرو الكشكشه ديال الكميمات. خديت 4 ديال الصبعان كيف كتشوفوا. طويت الثوب على 2 حيت اليديدات غادي يكون الثوب مطوي على 2. قطعته على هذا الشكل هذا. وهذاك النيت غادي ندير منه غادي ناخذ 2، يعني غناخذ قياس ديال 2. هاد القطعه اللي كنفصل معاكم خاص يكون عندي منها 2. طويتها في النص ومن النص زدت طويتها على النص الاخر. ومين كنوصل بحال كنقولوا الربع ديالو الاخير ديال الثوب، الربع الاخير ديال الثوب من كل جهه غادي نبقى نمشي بشكل مائل، غادي نقطعو بشكل مائل. نتمنى انه يكون كل شيء واضح. الا كان عندكم اي تساؤل او لا اي استفسار ولا شي حاجه اللي ما فهمتوهاش خليوها ليا تحت في التعاليق وان شاء الله نقدر نجاوبكم عليها. وهاد القطعه هذه اللي صاوبنا هي ديال كم واحد فقط. فغادا ناخذ الثوب طويته على 2 بنفس الطريقه، ورجعت طويته على، يعني طويته في العرض على 2 وفي الطول حتى هو طويته على 2. وحطيت فوق منه القطعه الاولى اللي صاوبنا مع بعضياتنا باش نفصل عليها. صافي من خديت القياس راني حيدتها وكملت. كي قلت لكم ملي كتوصلوا للربع الاخير من الثوب كنمشيو بشكل مائل. هنا كنكون حصلت على 2 ديال القطع. غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموهم. هانتوما غادي غير شكل تقريبي على ما توجد على ما نصاوب الكشكاشه. الاولى غتجي بهذا الشكل. بالنسبه للكشكاشه راه نفس الطريقه اللي درنا للصايه. انا قلت لكم الطرق 3 اللي ممكن تستعملوهم. بالنسبه لي انايا كنستعمل الطريقه الاخيره اللي كنت شاركت معاكم، الطريقه اليدويه بالخيط والابره. هنا كنحاول انني نوريكم كيفاش غادي يكون الشكل ديالها من بعد ما نكشكشها ونخيطها. الا وصلتوا حتى لهنا ما نساوش تشاركوا معايا في القناه، تفعلوا زر الجرس عفوا باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي لايك على الفيديو. كيف كتشوفوا لا فينيسيون ما شاء الله. هذه الكتيبه ديالي من بعد ما خيطتها. بالنسبه للحزيم حاولت انني نديرو على شكل مربع وانا تنخيط وانا تندور. جات الخياطه الزوينه لا فينيسيون. كي قلت لكم غير تبعوا المراحل كاملين، حطوا لا فيديو حداكم من تكونوا كتخدموا لا بياس ديالكم. بالنسبه للحزيمه اللي كيكونوا في الجناب ممكن تحزموهم عادي او ديروا لهم بحال شكل بابيونه بهذا الشكل هذا كتجي زوينه. الا كنتو كتعرفوها كتصاوبوا بابيونه حزيمه زوينه، اولا تعقدوهم غير بهذا الشكل هذا تجي كسيوه رائعه جدا. الا بغيتو نشارك معكم كسيوات اكثر ما تنساوش خليوها لي لتحت في كومونتير. خليو لي الراي ديالكم كذلك كيف جاتكم الكسيوه. انا ما نسيتش غنخلي لكم القياسات اللي وعدتكم بهم بالنسبه اللي بغى داكشي بالقياس. غنخليه لكم القياس ديال البنوتات الصغار دي فوطو هكا مور هكا لا فيديو. وكنقول لكم دمتم في امان الله ورعايته للفيديو القادم ان شاء الله، وتهلاو.